الحمد لله. اكيد كلاعبين نتحمل مسؤوليه هذه الخساره. التغييرات اعتقد ايضا اثرت على مجريات المباراه. اوكي احنا يمكن الدقيقه 70 اوكي احنا الاستحواذ بيد المنتخب الفلسطيني لكن اي خطره ما عندهم. انا الدقيقه 70 80 بدلت خليت المنزع ما شفت ما شفت المباراه ما شفت 10 دقائق بس هسه طلعت قالوا 2-1 لما سباحه صليت الحمد لله. نقول الحمد لله والشكر. بس احنا نقول الجماهير اختيار الملعب المنتخب الفلسطيني قالوا 1500 ب 1500 شو الملعب فول يعني شلون دخلوا وشلون هاي ما اعرف الاتحاد الاسيوي شلون وزع البطايق ما نعرف. قالوا 1500 ب 1500 اوكي 2000 ب 1500 شو الملعب ما شاء الله فول. جماهير اردنيه ماكو جماهير فلسطينيه. بالاول والاخير مبروك المنتخب الفلسطيني وان شاء الله عندنا مباريات ان شاء الله نعوض بها. المنتخب العراقي خرج من التصفيات ام لا في مباراتين؟ لا بعد ما اعتقد يعني 16 13 ب 12 الامل موجود ان شاء الله. عندنا مباراه ضد المنتخب الكوري وضد المنتخب الاردني. ان شاء الله قادرين على التعويض ان شاء الله اذا الله راد. قلت لك كلاعبين احنا نتحمل هذه النتيجه. رجعنا للخلف وايضا التغييرات هي سبب في هذه النتيجه. الحمد لله وشكر. مشكور كابتن.